السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مطبخ ولا. النهاردة إن شاء الله من مطبخنا هنعمل لكم وصفة جميلة جدا، وهي وصفة الإنجليش كيك بالفواكه المجففة. ما شاء الله عليها تحفة. بصوا ما شاء الله، شوفوا مرتفعة قد إيه. وقطعتها شرايح عشان أوريكم شكلها. جميلة جدا. تقدري تقدميها في الفطار جنب كوباية الشاي بحليب أو في العشاء. تحفة بجد. وإن شاء الله كل المكونات موجودة عندنا في قلب البيت، وهتشوفوا طريقة التحضير سهلة جدا. يلا نروح مع بعض لطريقة التحضير ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ. اول حاجه عندي كوبايتين من الدقيق تكوني نخلهم كويس جدا. وعندي نص كوب من الزبده. عندي 4 بيضات، وكوب من السكر وفواكه مجففه، وباكو من البيكنج باودر وفانيليا ورشه ملح. ممكن لو عايزه تستبدلي الزبده بزيت مفيش مشكله، بس الاحسن في الانجليش كيك ان هو بيكون بالزبده. يلا نروح مع بعض لطريقة التحضير. طريقة التحضير عندي سهلة جدا. تستعملي مضرب يدوي، مضرب كهربائي، بالعجان، مفيش مشكلة خالص. أهم حاجة بنخلط أول حاجة الزبدة مع السكر، وبعد كده هننزل عليهم بال4 بيضات، وبعد كده هننزل بالفانيليا. هروح للمواد الجافة هقلبهم مع بعضيهم، اللي هي رشة الملح والبيكنج باودر مع الدقيق. هقلبهم كويس جدا. اهم حاجه تقلبي البيكنج باودر مع الدقيق كويس جدا. وبعد كده ده شكل القوام بعد ما خلطته. هبدا اخد معلقه معلقه دقيق وانزل على الخليط واقلب بالراحه. اهم حاجه تقلبي بالراحه، مفيش مشكله خالص، وتنزلي معلقه. وسهل جدا التعامل مع الانجليش كيك علشان يطلع معاكي الارتفاع اللي انت شفتيه في اول الفيديو، لحد ما نخلص الدقيق بالشكل دوت. وبكده خلصنا خلاص، ده شكل القوام. اخر حاجه بقى هنزل بيه الفواكه المجففه. ما عندكيش فواكه مجففه ممكن تستبدليها بزبيب او اي حاجه عندك، مفيش مشكله خالص. انا هنا محضره عندي صينيه مقاس 26. هنزل بالخليط زي ما انتم شايفين اهو، ده قوامه. خلصت خلاص. سويت القوام خلاص كويس جدا. اخر حاجه بقى هرش على الوش فواكه مجففه. طبعا احنا اتعودنا ان احنا لازم نكون مسخنين الفرن كويس جدا. هيدخل بقى على درجه حراره 180، وبعد ما يخرج نشوف الانجليش كيك مع بعض. ده شكل الانجليش كيك بعد ما قعد حوالي 40 دقيقة. وطبعا تتابعوا كل حسب كل فرن. نتابع كل حاجة. ده بسم الله ما شاء الله، شوفوا شكله عامل ازاي. دلوقتي نقدر نعمل انجليش كيك في قلب البيت وما نشتريش انجليش كيك من بره، وسهل جدا ازاي. شفتوا كل المكونات موجودة في قلب البيت عندنا ازاي، وان شاء الله تقدري تعمليه في اي وقت باذن الله. ودي كانت وصفتنا اليوم، يا رب اكون افدتكم. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس، وتستنوني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.